حبايبنا وابطالنا في ثانوي عاملين يا رب تكونوا بخير. عرفني بقى يلا مفهوم الحضاره، بنستفيد ايه من علم التاريخ؟ احنا اتكلمنا عن العصر المعاصر. طبعا ده شعور بالمسؤوليه. الحضاره مش ثابته في مكان واحد، ده هي كانت في الشرق في الاول، بعد كده راحت في الغرب، بعد كده رجعت تاني في الشرق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حبايبنا وابطالنا في ثانوي عاملين يا رب تكونوا بخير. معاكم مستر احمد مجدي مدرس تاريخ. مش عايزك تقلق من اي حاجه، احنا النهارده اول حصه في منهج التاريخ، هنشرح لك المنهج بتاعك كلمه كلمه وحرف حرف. باذن الله هنكمل معاك طول السنه بنظام مختلف خالص عن اي حد. هنشرح ونحل اسئله، نحل امتحانات، ونبسط المعلومه على قد ما نقدر. ابدا معايا بدايه قويه وان شاء الله هتشوف كرم ربنا في النتيجه بتاعتك. يلا تعالى كده نشوف المنهج بتاعنا بيتكلم عن ايه. بيتكلم عن الحضاره والتاريخ. ايه يا مستر الحضاره والتاريخ؟ تعالى كده في الاول بس كده عايز افهمك الحضاره والتاريخ. مستر قبل الحضاره كان الانسان عايش ازاي؟ قبل ما تظهر كلمه حضاره كان الانسان البدائي عايش ازاي؟ فانا بكلمك دلوقتي عن الانسان البدائي، الانسان القديم كان عايش ازاي؟ خدتوها قبل كده في منهج الاولى اعدادي ان انت عايش حياه التنقل والترحال. يبقى الانسان البدائي حياته ما كانتش مستقره، ده حياته كانت عباره عن تنقل وترحال. لما بنتكلم عن الانسان البدائي عايش حياه التنقل والترحال، اكتب لك ان الحياه بتاعته هي غير مستقره. حياته مش مستقره خالص، لانه عايش ازاي؟ عايش يا مستر حياه التنقل والترحال، يعني يروح مثلا يقعد في المكان ده شويه، بعد فتره يسيبه، يروح يقعد في المكان اللي هناك ده شويه، بعد فتره يسيبه. ليه؟ الاكل بيخلص، فخلاص هو محتاج اكل، فيعمل ايه؟ خلص الاكل اللي هنا بيسيب المكان ويروح مكان تاني، خلص الاكل اللي هنا بيسيب المكان ويروح مكان تاني. فهو كان عايش حياه صعبه جدا، عايش حياه التنقل والترحال بحثا عن الطعام. بيدور على ايه يا مستر؟ بيدور على الطعام، عايز ياكل. الانسان البدائي كان اهم حاجه عنده الطعام. يبقى الانسان البدائي كان عايش حياه صعبه، او كان عايش حياه صعبه، ما كانش عايش حياه مستقره يا مستر. كان عايش عباره عن حياه التنقل والترحال، يروح المكان يقعد فيه شويه، بعد فتره يزهق منه، يخلص الاكل اللي فيه يسيبه ويمشي ويروح مكان تاني، وهكذا. بعد كده يا مستر، بعد كده نزل الى نهر النيل، عاش بقى جنب نهر النيل. ما خلاص الاكل كله خلص، انت خلصت على الاكل كله يا انسان، هتعمل ايه يا انسان؟ قال لي والله انا هنزل نهر النيل عشان يتعلم حرفه اسمها حرفه الزراعه. حضرتك طبعا كل ده كلام اعدادي احنا خدناه قبل كده. يبقى لما قعد جنب نهر النيل قال لك طب ما انا ازرع الارض بتاعتي، فابتدى ان هو يزرع فعلا وتعلم حياه الاستقرار. يبقى الانسان كان حياته في الاول خالص غير مستقره، عمال يتنقل من مكان الى مكان اخر. طب ودلوقتي بعد ما عاش جنب نهر النيل اتعلم حرفه الزراعه، فبقت حياته مستقره. ده كده الجزء الاول عندك في المنهج. فيقول لك ممكن بقى يقول لك سؤال: بدايه ظهور الحضاره. بص بقى السؤال الجميل ده، يلا. بدايه ظهور الحضاره بمعرفه الانسان الزراعه. الانسان لما عرف الزراعه حضرتك خلاص بقى عايش حياه مستقره. يبقى امتى الانسان ابتدى يعمل حضاره؟ مستر يعني ايه كلمه حضاره؟ انجاز، اي انجاز الانسان بيعمله هي دي كلمه حضاره. الانسان عمل انجازات كتير جدا لما اتعلم الزراعه. الانسان بنى بيوت، بنى المعابد بتاعته، بنى المقابر، بنى الاهرامات، ابتدى ان هو يعمل حضاره. يبقى بدايه ظهور الحضاره بمعرفه الانسان للزراعه. ده السؤال رقم 1. طب السؤال رقم 2، بص السؤال الجميل ده: بداية ظهور التاريخ بمعرفة الإنسان الكتابة. بص السؤال الجميل ده كده، الكلمة دي عايزين بس نركز عليها شوية. بداية ظهور التاريخ، امتى ظهر التاريخ؟ امتى الانسان ابتدى يكتب كتب في التاريخ؟ لما عرف الكتاب. ما خلاص، ما انا دلوقتي مثلا شفت حدث قدامي بس ما بعرفش اكتب، ما اكيد طبعا مش هدونه ومش هسجله، ولكن شفت حدث قدامي، شفت غزوة اسمها غزوة بدر، شفت غزوة اسمها غزوة الخندق.
طب اسجلها واكتبها؟ ما انا متعلم كتابه اصلا، فتعلمت الكتابه فظهر هنا علم جديد اسمه علم التاريخ، ابتدى الانسان يدون ويكتب كل حاجه. يبقى نفرق بين السؤال الاول والسؤال الثاني. بدايه ظهور الحضاره بمعرفه الانسان للزراعه. طيب بدايه ظهور التاريخ بمعرفه الانسان الكتابه، وده كده اول سؤال ممكن يجي لك في الامتحان. تعالى نكمل. عرفني بقى يلا مفهوم الحضاره، تعريف الحضاره. تعال نتكلم عن تعريف الحضاره. وتعالى برضو نتكلم مع بعض عن فيلسوف اسمه ويل ديورانت. يبقى احنا هنتكلم عن حاجتين، شكل منظم وشكل مرتب كده. هنعرف يعني ايه كلمه حضاره، وبعد كده هنتكلم عن ويل ديورانت. تعال في الاول كده اعرفك يعني ايه كلمه حضاره. حضاره هو اي انجاز الانسان بيعمله، او قال لك ثمره اي مجهود يقوم به الانسان نتيجه تفاعله مع البيئه. يعني الانسان بيبذل مجهود وهو بيتفاعل مع البيئه. طب مستر، هو ليه الانسان بيبذل مجهود؟ هو عايز ايه يعني؟ هو عايز يعمر الكون، هو عايز يبني الكون، هو عايز يصلح الكون. يبقى الهدف هو تعمير الكون. نقول تاني مع بعض، بص كده معايا. موضوع بسيط جدا. كلمة حضارة معناها ثمرة أي مجهود، يعني الإنسان بيتعب، الإنسان بيبذل مجهود. مستر هو بيبذل مجهود ليه؟ قال لك من أجل تعمير الكون، تحسين الظروف المادية والمعنوية. عايز يحسن ظروفه. أنا بشتغل وبتعب عشان أحسن ظروفي المادية والظروف المعنوية. أنا مثلا في الشغل بتاعي بشتغل وبشرح الطلبة وبعمل كل حاجة عشان أحسن ظروفي المادية، يبقى معايا فلوس كتير. والظروف المعنويه احس ان انا انسان ليا مكانه عاليه في المجتمع، الناس كلها بتحبني وتقدرني. يبقى خلي بالك الانسان زمان كان عايز كده برضه، كان عايز يبذل مجهود عشان يعمر الكون. ازاي يا مستر؟ الانسان لما نزل مثلا جنب نهر النيل اتعلم حرفه الزراعه، بذل مجهود. يا مستر بذل مجهود، ابتدى ان هو يبني بيوت جنب الارض الزراعيه بتاعته، ابتدى ان هو يشتغل في الارض الزراعيه عشان في الاخر يطلع ثمار. ما هي دي الثمره بقى، ثمره اي مجهود يقوم به الانسان. الانسان عمل بيوت، الانسان عمل اهرامات، عمل مثلا المتحف المصري، ما دي اسمها مجهود. انت تعبت واشتغلت عشان تطلع النتيجه في الاخر ان انت تعمر الكون. يبقى لو قال لك الغايه النهائيه، الغايه من وجود الانسان، ايه غايه وجود الانسان؟ ايه النتيجه النهائيه من وجود الانسان؟ هو تعمير الكون. ربنا اصلا خلق الانسان عشان يعمر الكون. ربنا لما الملائكه كانت بتسال ربنا فبتقول له خلقت الانسان عشان ايه؟ قال لك عشان يعمر الكون. يبقى خلي بالك ان الانسان اتخلق لهدف. ايه هو الهدف بتاعك؟ هو تعمير الكون. مستر انت اشتغلت وتعبت لحد ما عملت حاجات كتير، مثلا عملت مكتب، عملت كرسي، عملت اوضه نوم، عملت سفره وانتريه. يبقى انا اشتغلت وتعبت عشان في الاخر اعمر الكون. خلي بالك ان الحضاره في منها حضاره ماديه وفي منها حضاره معنويه. ايه بقى هي الحضاره الماديه وايه هي الحضاره المعنويه؟ تعال نفهم الموضوع ببساطه. اي حاجه ملموسه بسميها حضاره ماديه. يعني مثلا الاثار حضاره ماديه، المدن، الادوات حضاره ماديه. يبقى الماديه هي الحاجه الملموسه، حاجه اقدر اشوفها او اقدر المسها، زي الاثار وزي المدن الجديده وزي مثلا الادوات بتاعتي، دي كلها اسمها حضاره ماديه. طيب المعنويه، العلوم، علم الفلك معنويه، علم الكيمياء معنويه برضو. طيب الافكار، العادات والتقاليد بتاعتي. يقول لك مثلا عادات وتقاليد الشعب المصري، يبقى دي ثقافه ماديه ولا ثقافه معنويه؟ اختار معنويه طبعا يا مستر، لان العادات والتقاليد ما اقدرش اشوفها، ما اقدرش المسها، فاسمها ثقافه معنويه. يبقى احنا نراجع مع بعض كده يلا. يعني ايه كلمه حضاره؟ مجهود الانسان بيعمله. ممكن نختصرها بكلمه واحده بس، كلمه انتاج. كلمه حضاره هي كلمه انتاج، مجهود الانسان بيعمله عشان في الاخر يطلع انتاج، يطلع كرسي، يطلع مكتب، يطلع سبوره، يطلع تلفزيون، موبايل اللي معاك دلوقتي بتتفرج عليا منه. يبقى دي كلها اسمها ايه؟ اسمها حضاره.
يبقى انت اي حاجه بتعملها، اي حاجه بتاثر في البيئه بتخلي البيئه بتاعتك جميله وكويسه، فدي اسمها حضاره. والحضاره نوعين، يا اما تكون ماديه ملموسه يعني، يا اما تكون معنويه مش ملموسه ومش متشافه. فلو حاجه انا اقدر اشوفها اسمها حضاره ماديه، زي الاهرامات، زي ابو الهول، زي المتحف المصري، زي برج القاهره، حضاره ماديه. طب لو اقول لك عادات وتقاليد المصريين، حضاره معنويه. فيها اي مشكله؟ طيب كده احنا خلاص عرفنا كلمه حضاره. تعال نشوف بقى تعريف واحد اسمه ويل ديورانت. ويل ديورانت قال لك الحضاره هي نظام اجتماعي بيعين الانسان على الانتاج الثقافي. الراجل ده شكله مثقف قوي يا جماعه، يقول لك يعين الانسان على الانتاج الثقافي. هو نظام اجتماعي بيعين الانسان على الانتاج الثقافي. خلي بالك برضو ان ويل ديورانت ذكر كلمه الامن والاستقرار. الامن والاستقرار، تعال نشوف كده ونفكر في الكلام ده مع بعض. يلا، يعني ايه كلمه حضاره؟ عمل كتاب اسمه قصه الحضاره، كتاب جميل جدا. ويل ديورانت لما عمل الكتاب ده قال لك كلمه حضاره هي نظام اجتماعي. يعني ايه كلمه نظام اجتماعي؟ يعني علاقات اجتماعيه. فالراجل ده ركز على العلاقات الاجتماعيه. جميل جدا. الراجل ده لما جه اتكلم على علاقه الانسان بالناس اللي حواليه. على فكره انت بتتاثر بالناس اللي حواليك. انت مثلا اصحابك كلهم بيروحوا المكتبه وبيذاكروا، فانت اكيد هتتاثر بيهم. انت اصحابك مثلا ما بيروحوش اصلا، بيروحوا الكافيه مثلا، او بيروحوا يقعدوا على القهوه شويه، او يروحوا يلعبوا بلاي ستيشن، فانت اكيد هتتاثر بيهم. فانت بتتاثر بالناس اللي حواليك. فقال لك لو انت عايز تعمل حضاره، امشي مع ناس كويسه تدلك على طريق الخير، تخليك تروح معاهم في طريق كويس. يبقى خلي بالك الحضاره هي عباره عن نظام اجتماعي. انا لقيت ان كل اللي حواليا بيشجعوني، اكيد طبعا هشتغل وهذاكر وهبذل مجهود. يبقى انا كل اللي حواليا دول طالما بيشجعوني يبقى انا اكيد هبذل مجهود. نظام اجتماعي بيعين على ايه؟ بيساعد الانسان على ايه؟ على الانتاج الثقافي. ما انا قلت لك حضرتك صحابك لو هم بيذاكروا اكيد انت تطلع انسان كويس وبتذاكر زيهم. صحابك لو مش في دماغهم كده انت تطلع زيهم برضه. يبقى الانسان بيتاثر بالبيئه اللي حواليه، بالناس اللي حواليه. عشان كده قال لك بيعين الانسان على الانتاج الثقافي، ان هو يبقى عنده ثقافه، عنده معلومات، يقرا في الكتب. مهم جدا تعرف ان الحضاره تحتاج منك حاجتين، بتركز على حاجتين: الامن والاستقرار. يعني ايه كلمه امن واستقرار؟ لو انت عايش حياه مطمن ومرتاح نفسيا ومستقر، اكيد انت هتعرف تبدع وتطلع احسن ما عندك. واحد مثلا مامته وباباه موفرين له جو هادي جدا في البيت، مامته وباباه الحمد لله ما فيش اي مشاكل ما بينهم خالص، فالراجل قادر ان هو يذاكر ويبذل مجهود وقادر ان هو يركز في كل امتحاناته. طيب مامته وباباه كل شويه يتخانقوا مع بعض، كل شويه الجيران يعملوا مشكله مع بعض، فالراجل مش عارف يذاكر، مش عارف يعمل مجهود خالص، كل ما يجي يذاكر يلاقي خناقه تحت مثلا في البيت، يبقى هو مش هيعرف يذاكر، مش هيعرف يركز، مش هيعرف يعمل اي حاجه. فقال لك لو انت عايز تعمل حضاره لازم يكون عندك حاجتين: الامن والاستقرار. وده اللي بيحصل مثلا في العصور القديمه. العصور القديمه كانت عصر المصريين القدماء، كان عصر جميل جدا. ليه بقى يا مستر؟ لان المصريين القدماء في العصور القديمه كان عندهم امن وكان عندهم استقرار. فعشان كده الناس دي طلعوا لنا الاهرامات وطبعا التماثيل الجميله اللي احنا عارفينها. يبقى خلي بالك ان العصور القديمه تمتاز بالامن والاستقرار. يبقى الدليل على كلامي ده ان العصور القديمه كانت عصور نهضه. المصريين القدماء عملوا نهضه في ايه؟ في كل المجالات يا مستر، لان كان فيها امن وكان فيها استقرار. تفتكر دايما المصريين القدماء. يبقى احنا كده خلصنا الجزئيه دي. طيب يبقى انا عايز اقول لك ان ويل ديورانت لما جه يعرف كلمه حضاره قال لك هي نظام اجتماعي. نظام اجتماعي يا مستر بيعين الانسان على ايه؟ قال لك على الانتاج الثقافي. الراجل ده ركز على حاجتين: على الامن وعلى الاستقرار. طول ما انت عايش حياه مستقره، حياه مطمنه، هتعرف تنتج وتبدع وتطلع احسن ما عندك. كده احنا الحمد لله خلصنا الجزئيه الاولى. تعال ننتقل للجزئيه الثانيه. تعال نتكلم عن الجزئيه الثانيه. بيكلمك عن الحضاره، فبيقول لي تميزت الحضاره. تعالى كده نتكلم مع بعض كده. الحضاره بتتميز بايه؟ مستر الحضاره بتتميز بحاجتين:
اول حاجه اسمها الخصوصيه العقائديه، وعندي حاجه اسمها الهويه الثقافيه. هكلمك برضو عن انتقال الحضاره. اول حاجه اكلمك عن تميزات الحضاره. هل احنا كلنا شبه بعض في الحضاره؟ يعني مصر شبه امريكا في الحضاره بتاعتها؟ لا طبعا يا مستر. احنا بنتميز عن بعض بايه؟ بالخصوصيه العقائديه. متميزين عن بعض بايه؟ قال لي متميزين بالهويه الثقافيه. تعال نشرح الكلمتين دول الاول. يعني كلمه خصوصيه عقائديه، انا مسلم وانت مسيحي، ممكن نقعد مع بعض بس نستفيد من بعض، ولكن كل واحد هيخرج من القعده دي، انا هفضل مسلم زي ما انا، انت هتفضل مسيحي زي ما انت. يبقى خلي بالك احنا استفدنا من بعض، بس كل واحد ليه الدين بتاعه، كل واحد ليه العادات والتقاليد بتاعته. واحد مصري قاعد مع واحد امريكي بيتكلموا مع بعض شويه، انا هستفيد منك من كلامك وانت هتستفيد من كلامي، بس خلي بالك في الاخر لازم تطلع بنفس العادات والتقاليد بتاعتك. يعني قصده يقول لك حافظ على العادات والتقاليد بتاعتك، لازم تحافظ على الهويه الثقافيه، معناها حافظ على العادات والتقاليد بتاعتك. البنت المصريه مثلا بتتفرج على فيلم اجنبي، فلقيت ان البنت الامريكيه تلبس مثلا لبس قصير جدا، سيادتك ما ينفعش تلبسي زيها خالص، انت ليك العادات وليك التقاليد بتاعتك. سيادتك مثلا شفت الولد الاجنبي وليكن مثلا بيلبس حلق في ودنه، سيادتك ليك برضو العادات والتقاليد بتاعتك، ما ينفعش تعمل زيهم. يبقى خلي بالك ان انت ممكن تستفيد منهم. ده اسمه ايه؟ اسمه التأثير والتأثر، اسمه الأخذ والعطاء. بس اوعى تفقد الهوية الثقافية بتاعتك. مثلا كلمة افقد الهوية الثقافية يعني اوعى تنسى ان انت عندك عادات وعندك تقاليد، اوعى تتخلى عنها، اوعى تروح تعمل زيهم وتعمل مثلا تشرب خمرة او مثلا تلعب قمار زيهم، لا، خلي دايما عندك الهوية الثقافية بتاعتك. كده احنا خلصنا الجزئية دي. تعال نتكلم عن انتقال الحضارة. انتقال الحضارة، بدأت الحضارة في الشرق ثم انتقلت إلى الغرب. تعال بس نشرح الجملتين دول الأول وبعد كده نفهم كل حاجة. بدأت فين الحضارة يا مستر؟ بداية الحضارة في الشرق القديم أو اسمه الشرق الأوسط. يبقى ظهور الحضارة أصلا ظهرت فين؟ قال لي ظهرت في الشرق القديم في بلاد مصر والعراق. ده اسمه الشرق الأوسط أو اسمه الشرق القديم، في بلاد اسمها فينيقيا، في بلاد اسمها فارس. مستر ممكن تعرفني يعني كلمة فارس؟ فارس اللي هي بلاد إيران حاليا. كان في حضارة زمان اسمها حضارة بلاد فارس، كانت مهمة جدا برضو. طب فينيقيا، سوريا ولبنان وفلسطين دي اسمها فينيقيا. فعايز أقول لك معلومة مهمة جدا، بداية ظهور الحضارة أو يقول لك مهد الحضارة كان في الشرق الأوسط أو اسمه الشرق القديم، الاتنين صح. يبقى بداية ظهور الحضارة في الشرق الأوسط صح، الشرق القديم صح، في مصر والعراق وفينيقيا وفارس. طيب بعد كده هل الحضاره ثابته في مكان واحد؟ مش ثابته يا مستر، بدليل ان هي بعد كده انتقلت الى الغرب. انتقلت للغرب ازاي؟ قال لي انتقلت للغرب لما راحت بلاد اليونان. بس كده راحت اليونان بس كده؟ لا، وكمان بلاد الرومان. يبقى راحت فين يا مستر بعد كده؟ راحت الغرب. يبقى هي مش ثابته في مكان واحد، الحضاره دي مش عايزه تفضل في مكان واحد، لا، ده هي في الاول كانت في الشرق بعد كده راحت في الغرب. مستر يبقى احنا ممكن نقول ان اولى ظهور الحضارات الغربيه او اولى المراحل في ظهور الحضارات الغربيه في بلاد اليونان. يبقى اول مرحله في ظهور الحضارات الغربيه هي كانت بلاد اليونان. عايز اقول لك برضو ان بلاد اليونان موجوده حاليا في جنوب شرق اوروبا. اكتب المعلومه دي مهمه جدا. اولى الحضارات الغربيه في بلاد اليونان. يبقى اختار اليونان ما اختارش الرومان. طب لو ما لقيتش كلمه اليونان يا مستر، ما لقيتش كلمه اليونان، اختار جنوب شرق اوروبا. تعال نقول تاني مع بعض يلا. فلو قال لك اول ظهور الحضاره وسكت، اول ظهور للحضاره وسكت، هنختار الشرق القديم او الشرق الاوسط. طيب ما لقيتش الشرق القديم والشرق الاوسط، اختار بلاد العراق او اختار مصر. طيب لو انت
جات لك كلمه الغرب. الغرب يبقى اولى مراحل الحضاره في الغرب هي كانت اليونان، او اول خطوه للحضاره في الغرب هي بلاد اليونان او جنوب شرق اوروبا. تعال نكمل. هتفضل موجوده يا مستر في الغرب؟ لا، هتروح للشرق تاني. هتروح تاني للشرق. فين المره دي في الشرق بقى؟ الفتوحات الاسلاميه. الفتوحات الاسلاميه. يبقى خلي بالك الحضاره مش ثابته في مكان واحد، ده هي كانت في الشرق في الاول، بعد كده راحت في الغرب، بعد كده رجعت تاني في الشرق. الفتوحات الاسلاميه، احنا المسلمين عملنا نهضه كبيره جدا جدا جدا، وعملنا فتوحات كتير جدا. كانت الدوله الاسلاميه من الصين شرقا حتى الاندلس غربا، كانت دوله كبيره جدا وكنا مسيطرين على العالم في الوقت ده. عشان كده قال لك ان هي رجعت تاني في الشرق. طب وفي الاخر خالص استقرت في الغرب، اللي هي الحضاره الاوروبيه الحديثه، النهضه الاوروبيه الحديثه. يبقى احنا كده اتكلمنا عن 4 مراحل. كانت في الشرق في الاول، بعد كده راحت في الغرب، بعد كده رجعت تاني في الشرق، وبعد كده اخر حاجه في الغرب اللي هي الحضاره الاوروبيه الحديثه. تعالى بقى نتكلم مع بعض عن علم التاريخ. بص كده معايا. علم التاريخ، مستر يعني كلمه علم التاريخ هو الذي يتناول، بيدرس يعني النشاط الانساني في كافه الازمنه المختلفه. سيادتك بتدرس الماضي. علم التاريخ هو العلم اللي بيدرس الماضي. هنقولها كده مع بعض، يلا. علم التاريخ بيدرس الماضي عشان نفهم الحاضر ونتوقع المستقبل. يبقى علم التاريخ بفهم منه يا مستر، بعرف منه ايه؟ بعرف منه اي حاجه حصلت زمان في الماضي. انا عرفت مثلا ان المسلمين انتصروا في غزوه اسمها غزوه بدر. عرفت ان المسلمين انتصروا في غزوه اسمها غزوه الاحزاب. يبقى انا كده عرفت ان علم التاريخ خلاني ادرس الماضي في الازمنه المختلفه. مش بس كده، خلي بالك، انا عرفت مثلا ان كان في غزوه اسمها عين جالوت انتصر فيها المسلمين على المغول وحموا العالم الاسلامي. يبقى خلي بالك ان انت في التاريخ بتدرس الماضي. طب ليه بدرس الماضي؟ تدرس الماضي عشان تفهم الحاضر. يبقى انا لما ادرس الماضي يا مستر هنعرف ايه اللي بيحصل دلوقتي في الحاضر، ولما اعرف الحاضر هقدر اتوقع المستقبل. زمان مثلا عرفت ان في دوله اسمها اسرائيل، دوله اسمها اسرائيل قدرت انها تحتل فلسطين، فضلوا موجودين لحد دلوقتي. فانا لما فهمت الماضي او لما عرفت الماضي فهمت الحاضر اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. ان انا بفهم الحاضر ان اسرائيل ازاي خدت فلسطين، وبعد ما خدت فلسطين وسيطرت عليها اقدر اتوقع المستقبل ان اسرائيل هتفضل بتعمل نفس العمليات الارهابيه اللي كانت بتعملها زمان عشان تهجر اخواتنا الفلسطينيين. يبقى انا كده لما عرفت الماضي قدرت اتوقع المستقبل. طيب عايز اعرف ايه التشابه، عايز اعرف ايه التشابه بين التاريخ والحضاره. سؤال مهم بقى ممكن يجي لك في الامتحان، يقول لك ايه التشابه بين الحضاره والتاريخ. ساعتها هتختار النشاط الانساني، يعني الانسان هو المشترك ما بينهم. ازاي يا مستر؟ لان الانسان هو اللي عمل الحضاره، والانسان هو اللي عمل التاريخ، هو اللي كان بيكتب التاريخ، هو الانسان اللي بنى المعابد والقصور والاهرامات. يبقى معنى كده الانسان هو المشترك ما بينهم. يبقى العنصر المشترك بين الحضاره والتاريخ هو الانسان. يعني نتكلم مع بعض كده عن اهميه دراسه التاريخ. بنستفيد ايه من علم التاريخ؟ هنستفيد منه رقم 1 قدوة صالحة، ناخد منه قدوة صالحة. رقم 2 أخذ العبرة. رقم 3 الشعور بالمسؤولية. رقم 4 البعد عن التعصب.
تعال نتكلم مع بعض كده يلا ازاي استفيد من التاريخ او ايه اهميه التاريخ. مهم عشان 4 حاجات. رقم 1 قدوه صالحه، يعني بتعلم منه يا مستر الاقتداء بالشخصيه او الشخصيات التاريخيه. في شخصيات تاريخيه انا عرفتها في المنهج بتاعي، شخصيه جميله جدا زي صلاح الدين الايوبي. الراجل ده كان شجاع جدا، حرر بيت المقدس، يبقى معنى كده الراجل ده شخصيه جميله اتعلم منه، اخده قدوه ليا. طيب شخصيه جميله زي مثلا اخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، اتعلم منه الصدق، اتعلم منه الامانه، اتعلم منه ان هو كان انسان متسامح مع الناس. يبقى خلي بالك اي شخصيه جميله تجيلك قدوه صالحه. طب لو شخصيه مش حلوه، لو شخصيه وحشه، اخدها عبره ليا. يقول لك التعلم من الاحداث السابقه او الاخطاء السابقه. بتعلم من الاخطاء السابقه. مستر في واحد عمل غلط زمان، اتعلم منه؟ طبعا اتعلم منه، خده عبره ليه. في ولد مثلا كان مهمل ما بيذاكرش خالص فسقط في الامتحان، فسيادتك لازم تاخده عبره ليك. معنى كده ايه؟ معنى كده ان لو في شخصيه وحشه اخدها عبره ليا، في شخصيه حلوه اتعلم منها. هزيمه المسلمين في غزوه احد، هزيمه المسلمين في غزوه احد دي حاجه وحشه لازم اتعلم منها، بسبب طمعهم وجشعهم ان هم ينزلوا يلموا الغنائم، فعشان كده خسروا في غزوه احد. يبقى دي حاجه وحشه لازم اتعلم منها. تعالى يلا نكمل مع بعض. كنت بس بجيب كوبايه الشاي عشان نعرف نركز اكتر. احنا اتكلمنا عن اهميه دراسه التاريخ، قلنا قدوه صالحه واخذ العبره. يعني لو في ملك كويس، ملك عادل، الناس كلها بتحبه، هاخده قدوه ليه. ولكن مثلا كان في زمان ملك ظالم، الملك ده اسمه مثلا فرعون، اسمه الملك قارون. ولكن مثلا قصه الملك قارون ده كان ملك معاه فلوس كتير جدا جدا وعنده ثروه كبيره جدا وعنده ذهب. فكان واقف على الذهب بتاعه في يوم من الايام وقال انما اوتيت هذا من علم عندي، ده مش بفضل ربنا، ده بفضل انا، ده بفضل مجهودي وتعبي. فخسفنا به وبداره الارض، يعني اتخسف بيه يعني اتدفن هو وماله والذهب بتاعه في الارض. عشان كده لازم تتعلم منه وتاخده عبره ليك. الشعور بالمسؤوليه. تعال نفهم يعني ايه كلمه الشعور بالمسؤوليه. معناها ايه يا مستر الكلمه دي؟ كلمه الشعور بالمسؤوليه يا حبيبي معناها الحفاظ على مكتسبات المجتمع. مستر يعني كلمه مكتسبات المجتمع، اكتب جنبها كده الاثار بتاعتك، لازم تحافظ على الاثار بتاعتك. يعني مثلا يقول لك ما ترميش زباله عند الاهرامات، اوعى تيجي مثلا كده وتشخبط على المعابد، اوعى تيجي وتشخبط على المقابر. يبقى معنى كده انت لازم تحس بالمسؤوليه. خلي بالك ان اجدادنا القدماء تعبوا جدا في الحاجات دي، فلازم تحافظ عليها. يبقى دي اسمها شعور بالمسؤوليه. فيقول لك مثلا ترميم الاثار، شعور بالمسؤوليه. يقول لك مثلا بناء المتحف المصري الجديد، يبقى دي اسمها شعور بالمسؤوليه. البعد عن التعصب، ودي جميله جدا جدا جدا. اوعى تتعصب، اوعى تكون متمسك برأيك. يعني انا مثلا احمد مجدي ده انسان متعصب جدا، متمسك برأيه. انا مثلا متعصب للنادي الاهلي، سيادتك مثلا دلوقتي متعصب لنادي الزمالك، تقول لي مثلا مستر الزمالك ده رقم 1 في مصر، الزمالك ده احسن نادي في العالم ومفيش اي نادي تاني خالص، يبقى انت كده متعصب للنادي بتاعك. انا متعصب للنادي الاهلي، بقول لك لا، الاهلي هو رقم 1، الاهلي احسن نادي في افريقيا، الاهلي هو رقم 1 بالنسبه لي ومفيش اي نادي تاني، يبقى انا كده متعصب للنادي الاهلي. يبقى خلي بالك البعد عن التعصب. اوعى تقول لي مثلا مفيش غير الحضاره الفرعونيه القديمه، الحضاره الفرعونيه دي اعظم حضاره في العالم ومفيش اي حضاره تانية، لا، اوعى تعمل كده. لازم تكون بعيد عن التعصب. شوف برضو ان في حضاره فرعونيه حضاره عظيمه جدا، وكان في برضو زمان حضاره اسمها الحضاره العراقيه حضاره عظيمه جدا، وكان في الحضاره اليونانيه والحضاره الرومانيه. يبقى العالم لم يقم على حضاره واحده. يجي لك سؤال في الامتحان يقول لك العالم لم يقم على حضاره واحده، تدل هذه العباره على ايه؟ على البعد عن التعصب. يبقى خلي بالك لازم تكون بعيد عن التعصب. انا عندي راي وانت عندك راي، ممكن نختلف بس نسمع بعض، ممكن نختلف بس من غير ما نضرب بعض ونشتم بعض ونتخانق مع بعض. يبقى دي اسمها البعد عن التعصب. كان في جمله جميله جدا بتقول الاختلاف في الراي لا يفسد للود قضيه. الاختلاف في الراي ان انا مختلف معاك في الراي لا يفسد للود قضيه. يبقى دي اسمها البعد عن التعصب. ممكن يقول لك برضو رايي صواب ويحتمل الخطا، ورأي غيري خطأ ويحتمل الصواب. رأيي صواب يعني رأيي صح ويحتمل الخطأ، ممكن يكون غلط، ورأي غيري خطأ ويحتمل الصواب. فأنت لازم تسمع من كل الأطراف.
اوعى تسمع من شخص واحد بس، اوعى تسمع لنفسك وبس، لا، لازم تكون بعيد عن التعصب. خلصنا كده الجزئيه دي، تعال نتكلم عن الجزئيه الجديده. الجزئيه الجديده بتتكلم عن العصور التاريخيه القديمه. العصور التاريخيه، نبدا عصر كده. ناخد الاول العصور القديمه، بعد كده العصور الوسطى. تعال كده نتكلم عن العصور القديمه والعصور الوسطى. عايز اعرف بدات امتى وايه الانجازات بتاعتها. بنعرف عنها حاجتين. بدات امتى يا مستر؟ 4000 قبل الميلاد. 4000 قبل الميلاد لحد 476 ميلاديا، ودي اسمها سقوط روما. اسمها روما الغربيه لان كانت روما زمان منقسمه شرقيه وغربيه، فدي اسمها سقوط روما الغربيه. تعال نشوف انجازاتها يلا. كده بدأنا مع بعض في العصور القديمه. العصور القديمه اخترع الانسان الكتابه. ظهور الزراعه، يبقى احنا ممكن نقول كده ظهور حاجتين: ظهور الزراعه، جميل جدا، وظهور الكتابه. وظهر ايه تاني يا مستر؟ ظهور برضه، هنكمل بظهور دي، ظهور الحضارات الشرقيه، قصدي بيها مصر والعراق وفارس وفينيقيا، والحضارات الغربيه، قصدي بيها اليونان والرومان. جميل جدا. يبقى ظهر ايه؟ ظهر الزراعه وظهر الكتابه. يبقى عرف الانسان الزراعه، عرف الانسان الكتابه. ده كله حصل امتى؟ في العصور القديمه. طيب، ظهور الحضارات الشرقيه والحضارات الغربيه برضه في العصور القديمه. رقم 3، ظهور الديانات. المسيحيه واليهوديه. الديانه المسيحيه واليهوديه ظهرت في العصور القديمه. يبقى انا كده عندي 3 ظهور. ظهور ايه؟ ظهور الزراعه وظهور الكتابه. رقم 2، ظهور الحضارات الشرقيه والغربيه. رقم 3، ظهور الديانات المسيحيه واليهوديه. هقول لك معلومه مهمه، ان دي اطول العصور التاريخيه. اختراع الكتابه، اختراع النار، ظهور مثلا حضاره مصر الفرعونيه، ظهور حضاره مثلا بلاد اليونان والرومان، دي كلها اسمها ايه؟ اسمها العصور القديمه. خلي بالك العصور القديمه تنتهي بسقوط روما الغربيه. تنتهي بسقوط روما الغربيه. كده خلصنا اول حاجه العصور القديمه. تعال نتكلم عن العصور الوسطى. العصور الوسطى. العصور الوسطى هكلمك عن ظهور الديانه الاسلاميه. تعال نبص لحاجتين بقى يلا. هنبص للغرب وهنبص للشرق. هنبص للشرق الاول وبعد كده هنروح نبص لفين؟ للغرب. تعال نبص للشرق، هنلاقي ان الشرق منور ومزدهر وجميل. ليه يا مستر؟ لان المسلمين عملوا حضاره عظيمه جدا. المسلمين عملوا حاجه اسمها الفتوحات الاسلاميه. عملوا الفتوحات الاسلاميه، عملوا حضاره عظيمه جدا جدا جدا. فتحوا من بلاد الصين شرقا حتى الاندلس غربا. فيقول لك مثلا الدوله العباسيه، يقول لك الدوله الامويه، يقول لك الدوله الطولونيه، دي كلها اسمها الفتوحات الاسلاميه. يقول لك فتح مكه، يقول لك فتح مصر، يقول لك فتح القسطنطينيه، دي كلها اسمها الفتوحات الاسلاميه. خلي بالك ان هي كانت من 476، اكتب لك التاريخ هنا، حتى 1453. ده التاريخ بتاعها. من 476 ل 1453 كان عندنا ايه؟ كان عندنا في الشرق وكان عندنا في الغرب. بص على الشرق كده هتلاقي الشرق منور وجميل. الفتوحات الاسلاميه عندنا كانت منوره. اما في الغرب، لما انت رحت بصيت في الغرب لقيت الغرب الدول الاوروبيه كلها ميته. كان في انتشار الفقر والجهل والامراض والتخلف. يا نهار ابيض، كل ده في الغرب. والاقطاع،
دول متخلفه وبيقولوا عنها دول متخلفه. انتوا اللي دول متخلفه. الغرب في العصور الوسطى ما كنتش تسمع عنها غير ان هي دول الفقر والجهل والتخلف والامراض، وحتى عندهم ظاهره اسمها الاقطاع، وكانت مسيطره الكنيسه عليهم. الكنيسه قصدي بيها بابا روما. تعالى بس نفهم مع بعض كده قبل ما ندخل في الحته دي. عايزك تعرف ان الغرب كانت دول ميته. ازاي يا مستر؟ لان الغرب الدول الاوروبيه كلها كانت مظلمه، كان فيها فقر، كان فيها جهل، كان فيها تخلف، كان فيها امراض، كان في ظاهره اسمها الاقطاع. وكلمه اقطاع معناها ان في ناس غنيه قوي وفي ناس فقيره قوي، فتبص للغرب تلاقيها مظلمه خالص. عشان كده قال لك ان كانت مسيطره عليهم الكنيسه. يعني كلام بابا روما هو اللي بيمشي على الكل. بابا روما ده اللي هو البابا في الكنيسه، كان بيمشي على الكل لحد طبعا سقوط القسطنطينيه. سقوط القسطنطينيه على يد واحد اسمه محمد الفاتح او اسمه محمد الثاني. يبقى العصور الوسطى يا مستر كانت عصور بالنسبه للشرق كانت عصور منوره وجميله ومزدهره، بالنسبه للغرب كانت عصور وحشه جدا جدا بالنسبه للغرب، لان كان في جهل وتخلف وفقر وامراض والحاجات دي كلها كانت موجوده في الغرب. احنا كده خدنا العصور القديمه وخدنا العصور الوسطى. تعال نتكلم عن الحديث والعصر المعاصر. تعال بقى نتكلم عن العصر الحديث والعصر المعاصر. تعال الاول كده ندخل في العصر الحديث. الحضاره كانت موجوده فين يا مستر؟ الحضاره اخر حاجه كانت في الشرق. الشرق كان منور ومزدهر بالفتوحات الاسلاميه بتاعتنا. طيب تعال بقى نتكلم عن العصر الحديث. العصر الحديث من 1453 لحد 1914. تعال نفهم كده الفترة دي كانت عبارة عن ايه في الغرب. انا هتكلم عن الغرب، مش هتكلم عن الشرق خالص. احنا بنتكلم دلوقتي عن الغرب مش الشرق خالص. الفترة دي كان فيها النهضة الأوروبية. كان في نهضة اسمها النهضة الأوروبية. الثورة الصناعية. الكشوف الجغرافية. الحركات الاستعمارية. هنتكلم واحدة واحدة كده بالتفصيل دلوقتي. عايزك بس تعرف إن العصور الحديثة المحرك الأساسي لها هي النهضة الأوروبية. مستر يعني كلمة نهضة أوروبية؟ الدول الأوروبية كلها حصل عندها نهضة، يعني حصل عندها تقدم في كل المجالات. يبقى كلمة نهضة أوروبية يعني حصل عندهم نهضة في كل المجالات. فيقول لك المحرك الأساسي للعصور الحديثة. إيه المحرك الأساسي ده يا مستر؟ يعني إيه اللي حرك العصور الحديثة؟ النهضة الأوروبية. ثم بعد كده حصل حاجة اسمها الثورة الصناعية. ابتدوا إن هم يشتغلوا في المصانع، يخلوا المصانع تشتغل بالآلات والأجهزة الحديثة. بقى في آلات وبقى في أجهزة حديثة. طب مستر هو احنا عندنا آلات وأجهزة حديثة بس ناقصنا حاجة واحدة بس. إيه هي؟ المادة الخام. الآلات دي محتاجة إيه؟ محتاجة مادة خام. أنا مثلا دلوقتي عندي المصنع بينتج إيه؟ المصنع ده بينتج لبس. طب ما أنا محتاج مادة خام، محتاج قطن، بس أنا مش عندي قطن. أعمل إيه؟ أروح بقى أدور على القطن في الدول التانية. الكشوف الجغرافية. حصل حركة اسمها الكشوف الجغرافية. يعني إيه يا مستر كشوف جغرافية؟ مش إحنا محتاجين مادة خام للمصانع بتاعتنا؟ طب المادة الخام دي مش عندنا، نعمل إيه؟ نروح بقى ندور على المادة الخام في أماكن جديدة. فتلاقي مثلا ظهر ساعتها طريق اسمه طريق رأس الرجاء الصالح. خدتوه قبل كده لو انتوا فاكرين. اكتشفوا البرتغاليين. ظهر الامريكتين. ابتدينا ان احنا ندور على المواد الخام، فحصل عندنا اسمها كشوف جغرافيه. طب احنا لقينا الماده الخام بتاعتنا خلاص في مصر، طب ما تيجي نحتل مصر. لقينا الماده الخام بتاعتنا في الجزائر، طب ما تيجي نحتل الجزائر. لقينا الماده الخام بتاعتنا في المغرب، طب ما تيجي نحتل المغرب. فحصل حاجه اسمها حركات استعماريه، يعني احتلال، يعني دوله قويه بتروح تسيطر على دوله ضعيفه عشان تاخد منها الماده الخام. تعال ناخد الموضوع ببساطه. حصل ثوره صناعيه، حصل ثوره صناعيه، حصل تقدم كبير جدا، بقى عندنا مصانع كتير. طب المصانع دي عايزه تنتج وعايزه تشتغل، تعمل ايه؟ هتروح تعمل حاجه اسمها كشوف جغرافيه. هتروح تدور على الماده الخام في اماكن جديده. فنروح بقى نشوف الكشوف الجغرافيه، هنشوف بقى الماده الخام دي موجوده فين.
فنروح نكتشف الامريكتين، نروح نكتشف مثلا قاره استراليا، نروح بقى نكتشف طريق اسمه طريق راس الرجاء الصالح، عشان نعمل بعد كده حاجه اسمها حركات استعماريه. يعني ايه يا مستر حركات استعماريه؟ احتلال طبعا. الدول الغنيه او الدول القويه بتروح تحتل دول ضعيفه عشان تاخد منها الماده الخام بتاعتها، فدي اسمها حركات استعماريه. فيقول لك مثلا احتلال انجلترا لمصر حصل في العصور الحديثه. طب احتلال مثلا فرنسا للجزائر، احتلال فرنسا للمغرب، احتلال مثلا فرنسا لتونس، يبقى دي كلها حصلت في ايه؟ في العصور الحديثه. وافتكر دايما السؤال بيقول لك المحرك الاساسي للعصور الحديثه، هي اول حاجه حصلت في العصور الحديثه اسمها النهضه الاوروبيه. في اي مشكله يا شباب؟ طيب خلصنا كده العصر الحديث، ندخل بقى على العصر المعاصر. المعاصر يعني الحالي، فكلمه معاصر معناها حالي، من 1914 لحد الان. هنعرف حاجتين عنه. الايجابيات، هبدا لك بالايجابيات الاول. السلبيات، ايجابيات وسلبيات. تعالى بقى نعرف الايجابيات مع بعض، نعرف الايجابيات مع بعض، بعد كده نعرف السلبيات. العصر المعاصر هو الحالي. العصر المعاصر هو العصر الحالي. تعالى كده نعرف الايجابيات بتاعته وايه السلبيات بتاعته. رقم واحد، هبوط الانسان على القمر. الانسان راح اكتشف القمر، طلع بالمركبه بتاعته واكتشف القمر، هبط الانسان على سطح الارض. طيب رقم اتنين، التحرر من الاستعمار. مش انا قلت لك ان كان في دول محتله زي مصر مثلا كانت محتله، اتحررت الحمد لله من الاستعمار. كلمه تحرر معناها خرجت انجلترا من مصر، خرجت فرنسا من الجزائر وتونس والمغرب، يبقى دي اسمها التحرر من الاستعمار. طب بعد ما اتحررنا من الاستعمار يا مستر ايه اللي حصل؟ ايه الايجابيات؟ الايجابيات اسمها الثوره المعلوماتيه. خلصنا كده كلمه ثوره معلوماتيه معناها الانترنت. زور بقى الانترنت، الثوره المعلوماتيه. نكمل مع بعض يلا. احنا اتكلمنا عن العصر المعاصر وقلنا ان فيه ايجابيات وفيه سلبيات. خدنا الايجابيات، تعالى بقى ندخل على السلبيات. السلبيات ان فيه تلوث. ظهر التلوث زي مثلا عندك الاحتباس الحراري، ثقب الاوزون، تلوث المياه، تلوث الهواء، وعندك كمان الامراض. يبقى فيه تلوث وفي امراض طبعا زي فيروس كورونا وفيروس سي والايدز والطاعون والحاجات دي كلها. عايز برضه اقول لك ان في سلبيات تانية، الحروب المدمره. الحروب المدمره لسه شغاله لحد النهارده. بتلاقي امريكا مثلا تضرب في ايران وايران بتضرب في امريكا، ففي لسه حروب مدمره. تلاقي اسرائيل مثلا بتضرب في فلسطين، في لسه حروب مدمره. فعشان كده عايز اقول لك دي سلبيات. فيقول لك ايه بقى في السؤال هنا؟ يقول لك ظهر التناقض في مظاهر الحضاره. ظهر التناقض في مظاهر الحضاره في العصر، تقول له العصر المعاصر ده في تناقض؟ في تناقض، في ايجابيات وفي سلبيات، ده اسمه تناقض، يعني في حاجات عكس بعض. طيب لو قال لي ايه التشابه بين العصر الحديث والعصر المعاصر؟ ايه التشابه يا مستر ما بين الحديث والمعاصر؟ طبعا يا جماعه التشابه هو استقرار الحضاره في الغرب. استقرار الحضاره في الغرب يعني الحضاره لسه موجوده في الغرب، ما اتنقلتش تاني للشرق، لا خلاص كده هي استقرت في الغرب. كده احنا الحمد لله خلصنا الدرس بتاعنا. تعالى بقى ناخد شويه استنتاجات كده على الدرس الاول. بص معايا كده، دي شويه استنتاجات مهمه جدا جدا برضو. تعال نتكلم في الاول كده عن تعريف الحضاره. عايز اقول لك الحضاره هي ثمره اي مجهود يقوم به الانسان. ليه يا مستر؟ من اجل تعمير الكون. فلو قال لك نغير بس اللون عشان يفرق معاك شويه، الغايه من وجود الانسان، قال لك ايه الهدف من وجود الانسان؟ هو تعمير الكون. مستر يعني كلمه حضاره، كلمه حضاره هي انتاج، والانتاج مفهوم الحضاره اهو. قال لك ان في حضارات اسمها حضارات مصريه قديمه، وبلاد الرافدين يا جماعه اللي هي حضاره العراق، ودي قامت على الزراعه. يبقى في حضاره قامت على الزراعه زي الحضاره المصريه وزي حضاره بلاد العراق اللي هي بلاد الرافدين. طيب في حضارات تانية زي حضاره فينيقيا، سوريا ولبنان، حضاره فينيقيا قامت على التجاره. يبقى في حضارات قامت على الزراعه وفي حضارات قامت على التجاره. حضاره ماديه زي العماره مثلا بانواعها، المدن، المعابد، المقابر، حضاره ماديه. طب المعنويه زي الفكر والادب والفنون والعلوم زي الرياضه والهندسه والفلك والطب. كده خلصنا اول جزئيه. مفهوم الحضاره عند ويل ديورانت ركز على
العلاقات الاجتماعية. يبقى الراجل ده كان بيركز على الجانب الاجتماعي، ان انت اهم حاجة العلاقات بتاعتك الاجتماعية. وركز على الامن والاستقرار برضه، بيقول لك لازم يكون في الامن ولازم يكون في الاستقرار عشان الانسان يبدع ويقدر يعمل حضارة. فاهم حاجة بالنسبة لي الامن والاستقرار. وبيديك مثال مثلا على الحضارة المصرية القديمة في عصر الدولة القديمة لما بنت الأهرامات وبنت المعابد والمقابر بسبب الأمن والاستقرار. دي سهلة جدا بقى، بيقول لك إن إحنا اتخلقنا أصلا عشان نتعرف على بعض، يعني عشان ناخد وندي من بعض، تأثير والتأثر. وخلي بالك في حاجتين مهمين جدا: الهوية الثقافية، حافظ على العادات والتقاليد بتاعتك واللغة بتاعتك، والخصوصية العقائدية، يعني الدين بتاعك. أنت مسلم خليك مسلم زي ما أنت مسيحي خليك مسيحي زي ما أنت. حضارة الأول كانت في بلاد الشرق، في الشرق الأوسط، اسمه الشرق القديم أو الشرق الأوسط، الاثنين صح. حضارة ظهرت في بلاد الشرق القديم أو الشرق الأوسط، في بلاد مصر والعراق وفارس وفينيقيا. بعد كده انتقلت للغرب، بلاد اليونان يا جماعة اسمها جنوب شرق أوروبا. فلو قال لك أولى مراحل انتقال الحضارة للغرب هي في بلاد اليونان، أو أولى خطوات لانتقال الحضارة في الغرب هي بلاد اليونان. غادرت بعد كده من الغرب إلى الشرق للحضارة الإسلامية. بيقول لك قعدت لعدة قرون تقترب من 1000 عام، ثم انتقلت إلى الغرب مرة أخرى إلى الحضارة الغربية الحديثة. يبقى هنا خلي بالك إن الحضارة الغربية الحديثة استقرت الحضارة في الغرب. طيب، أهو ظهر النواة الأولى في الشرق الأوسط. هنتكلم عن التاريخ وايه التشابه بين الحضاره والتاريخ. التشابه ان هما الاثنين بيدرسوا النشاط الانساني. ده التشابه بين الحضاره والتاريخ، الاثنين بيدرسوا النشاط الانساني. طبعا دي سهله جدا، استخلاص العبر من تاريخ الامم. لو في غلط مثلا الناس عملته قبل كده لازم اخده عبره ليا. طب لو في حاجه كويسه عملوها قبل كده اخدها قدوه صالحه ليا. شعور بالمسؤوليه يا جماعه معناه الحفاظ على الاثار، ترميم الاثار والحفاظ عليها. ابتعاد عن التعصب معناها ان العالم لم يقم على حضاره واحده، ما فيهوش حضاره واحده. ودي امثله كتير جدا للقدوه الصالحه، الشعور بالمسؤوليه. بيقول لك هنا الحدث العالمي موكب نقل المومياوات، طبعا ده شعور بالمسؤوليه. دي الشعور بالمسؤوليه. خلينا نتكلم على العصور بقى. العصور القديمه: اختراع الزراعه، اختراع الكتابه، بناء المقابر، حضارات كبرى زي الشرق وزي الغرب. عايز اقول لك كمان الديانات برضو، الديانة المسيحية والديانة اليهودية ظهرت في العصور القديمة. خلي بالك ان هي بتنتهي بسقوط الامبراطورية الرومانية. طيب، العصور الوسطى انتشار المسيحية من 476 ل 1453، طبعا بتنتهي بفتح القسطنطينة اللي هي عاصمة الدولة البيزنطية. انتشار المسيحية، ظهرت الكنيسة الكاثوليكية في أوروبا على شتى نواحي الحياة. يبقى هي اللي كانت مسيطرة على كل حاجة في أوروبا. نظام الإقطاع يا جماعة اللي هو نظام ظالم جدا، إن في ناس أغنياء قوي وفي ناس فقراء قوي. ظهور الإسلام في القرن السابع وانتشار الفتوحات الإسلامية، يبقى ظهر الإسلام في العصور الوسطى. وانتشر في العصور الوسطى برضه. يبقى ظهرت المسيحية في العصور القديمة، انتشرت المسيحية في العصور الوسطى. ظهرت المسيحية في العصور القديمة أما انتشرت في العصور الوسطى. طب ظهر الإسلام وانتشر في العصور الوسطى. عندك برضو هنا العصور الحديثة من 1453 ل 1914 اللي هي الحرب العالمية الأولى، ظهور النهضة الأوروبية، قيام ثورة صناعية، قيام حركة الكشوف الجغرافية، طبعا حركة الاستعمار، ده كله. طب العنصر الرئيسي المحرك للأحداث احنا خدناها اللي هي النهضة الأوروبية. ده العنصر الرئيسي المحرك في العصور الحديثة. من 1914 لحد الآن هو في العصر المعاصر. احنا كده في المعاصر. طب تعالى نشوف حركات التحرر من الاستعمار، يعني استقلال الدول. يقول لك استقلال مصر، استقلال تونس، استقلال الجزائر، استقلال المغرب، ده كله حصل في المعاصر. ثورة معلوماتية واختراعات كتير جدا، يعني بقى في تكنولوجيا حديثة زي مثلا الانترنت، هبوط الإنسان على سطح القمر. خلي بالك برضو إن في حروب عالمية مدمرة، تلوث البيئة، تفشي الأمراض. فهنا يقول لك ظهر التناقض في مظاهر الحضارة، ظهر التناقض في العصر المعاصر. استبغت بالصبغة الدينية طبعا العصور الوسطى. لو قال لي استبغت بالصبغة الدينية العصور الوسطى،
حاولت على قد ما اقدر ان انا ابسط لكم الدرس. الدرس الاول سهل جدا وجميل، ان شاء الله نكمل مع بعض على خير. اشوفكم الحصه اللي جايه.